سعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم كيكة غير شكل، كيكة بركانية. ليش بركانية سميناها حبايبي؟ اللي بتعرف ليش سميناها بركانية تكتب لي في التعليقات. المقادير: بيض، سكر، كاكاو، طحين، بيكنج باودر، فانيلا، اللهم صل على سيدنا محمد، بيكربونات، زبدة، حليب وزبدة. هانا شوية ملح كمان حطينا صغيرة. المكونات راح تكتب لكم إياها كلها بصندوق الوصف. كيكة تستحق التجربة. أنا اللي بحبش الشوكولاتة أكلتها وكتير زاكية وكتير طيبة. كمية شوكولاتة كمان حطيناها فوق الطحين وخلطنا النواشف كلها مع بعض وحطيناها على جنب. بدنا نحضر هلقيت الشغلات التانية اللي في الغلاية شفتوها، هذاك زبدة وحليب، معلقتين زبدة كبار مع حليب. بنسخنهم على النار عشان يوصل درجة الغليان. هنا حطينا 4 بيضات يا بنات بحرارة المطبخ، معاهم الفانيلا. السكر بالتدريج، وزي ما حكيت لكم العيارات كلها بحط لكم اياها بصندوق الوصف. السكر ما تحطوش كله مرة واحدة، شوي شوي، لما تحس انه داب بتحط الكمية التانية. كيكة زي ما قلت لكم كيكة تستحق التجربة. كملنا باقي السكر. هنا الحليب، هاي الحليب وعليه معلقتين زبدة. لازم يصير درجة الغليان وبعدين نشتغل فيه يا بنات، نطفي عنه بس يعني فار خلاص. خلصنا هنا البيض والسكر. بنبلش نحط النواشف اللي هي خلطناها مع بعض، الكاكاو والبيكنج باودر والفانيلا والبيكنج كربونات والطحين. بنحط شوية شوية هنا بالتدريج بالمضرب اليدوي مش بالخلاط، وشوية شوية قلبيه. بعدين بننزل هلقيت اللي هو السوائل، الحليب السخن. ما تخافي من الحليب السخن، هي هيك الوصفة. قوي قلبك، قوي قلبك وجازفي. المجازفات لازم الواحد أحيانا لازم يجازف مهما كانت، حتى لو ما زبطت معاكي مش غلط، بس إنك حاولتي. شايفين؟ يعني بتاكليها هيك والله، بتاكليها برأس المعلقة وهي بدون ما تحطيها بالفرن من كتر ما هي طعمها زاكي. بس بدي تكتبوا لي في التعليقات ليش يعني سموها الكيكة البركانية. ما هي كيكة عادية بس حطينا عليها الشوكولاتة الثانية الإضافية اللي هي الشوكولاتة والحليب والزبدة اللي مع بعض. ما أخذت يعني هي دهن كتير بصراحة، معلقتين زبدة. وهذا الشكل شايفين. هلقيت من دهنا القالب نتفت بنتفت طحينية بشوية، ترش شوية زيت وشوية طحين. تكوني حامية الفرن قبل تبلشي تشتغلي، بتكوني حامية الفرن على 170 درجة الحرارة يا بنات في الرف الأوسط. والصوص راح انزل لكم اياه بعد الفيديو هذا. الصوص الحار راح انزل لكم اياه بعد الفيديو هذا. اخذت في الوقت في الفرن تقريبا 40 دقيقة يا بنات. فرن محمى مسبقا على 170. وهي النتائج. الله 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 الله. وهي الصوص وهي الشوكولاتة. الله الله الله. يلا خليها تسبح. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الشوكولاتة هنا وبس، والصوص حنزلكم اياه ورا الوصفة هذه فورا. خليكم مستمرة وراها، بس احنا عشان ما يكونش الكبير اللي هو الفيديو قلنا نعمل الصوص لحال. الله الله. طلعوا الشلال، الشلال الشلال. الروعة والطعم والزكاوة. يعني هذه اشي فاخر من الآخر. علينا وعليكم بالعافية.